السلام عليكم الإخوان والأخوات. اليوم غادي نهضروا على واحد من أصعب القرارات اللي خرجت ضد الكرة المغربية اليوم. الكاف نوضها قربالة وقرر أنه يفرض عقوبات وغرامات مالية خيالية على الجامعة الملكية ونجوم المنتخب الوطني. بقاو معنا حتى الأخير فيديو باش تعرفوا شكون هما اللاعبين الموقوفين وشحال ديال الملايين غادي تخلص الجامعة بالتدقيق، والأهم من هذا الشيء كامل علاش هذا الشيء في هذا الوقت دابا بالضبط. نبداو باللاعبين اللي هما الركائز ديال المنتخب. أشرف حكيمي فرض عليه إيقاف لمباراتين رسميتين مع سنة إضافية موقوفة التنفيذ بسبب ما سماه الكاف سلوك غير رياضي. ولكن الضربة القوية كانت لإسماعيل الصباري اللي توقف 3 المباريات وتفرضات عليه غرامة شخصية ديال 100,000 دولار. تخيلوا معايا هادو غيابات غادي توجع المدرب وليد الركراكي في المباريات الجايين. دابا نجيو لقضية الغرامات، والقاموس ديال الكاف هنا كان قاصح بزاف. الجامعة الملكية فرضت عليها غرامة ديال 200,000 دولار بسبب سلوك غير لائق لجميع الكرات في المنافسة، وزيد عليها 100,000 دولار أخرى بسبب اقتحام بعض اللاعبين والطاقم الفني لمنطقة الفار وعرقلة عمل الحكم. وحتى الجمهور ما سلمش، حيث تفرضت عليه غرامة 15,000 دولار بسبب استعمال أشعة الليزر في المدرجات. المجموع كيوصل حتى ل 315,000 دولار، رقم كبير بزاف. مقارنة بين عقوبات المغرب وعقوبات السنغال، إيقاف بابي بوتافياو وغرامة 600,000 دولار على السنغال. واش هاد العقوبات استهدفت غير المغرب؟ الحقيقة هي أن الكاف دار حملة تأديبية واسعة. السنغال مثلا فرضات عليها غرامة ديال 600,000 دولار وتوقف المدرب ديالهم بابي بونافياو ل5 ماتشات. هاد الشي كيبين أن الكاف باغي يفرض النظام بقوة الحديد والنار في الدورات المقبلة اللي غتنظم في المغرب. في الختام، الجامعة المغربية قدمت اعتراض على هذه القرارات، ولكن للأسف الكاف رفضت. إضافة إلى هذا التقرير اللي حطاته الكاف وبدون لغة خشب، سأتكلم مني إليكم أيها المغاربة. هنا غادي نجيو غادي نفصلوا وغادي نديطايو قبل من صدور هذه العقوبات وقبل هذا الشيء كامل، منذ أو قبل بداية كأس إفريقيا. منذ أن المغرب ديك الساعة ربح التنظيم ديال الكأس، باللي بغا يتقام كأس إفريقيا في المغرب، ناضوا بزاف ديال الدول وبقاو كيشككوا في التنظيم. لا، الملاعب لا زالت في طور الإنشاء، لا زالت أنها ما غاديش توصل، ما غاديش تكمل في هذه الظرفية الوجيزة. المغرب ما غاديش يقدر أنه يبني التيرانات، والمغرب أنه بحال قلت يستغل وأنه شارك بواحد الملف اللي هو ضعيف وشارك بملف على ورق كما كيقولوا، لكن تصدموا خصوصا مع بداية كأس إفريقيا، وخصوصا أيضا مع دوك المباريات اللي كانت فيهم الشتاء كتهطل بغزارة. كما كنشوفوا الملاعب الكبار في الدول الكبرى، في الدول العظمى كما كيقولوا بحال أوروبا، التيرانات كتغرق دغيا. خصوصا كما شفنا في النهائي ديال كأس العرب في قطر، كما وقع في الماتش ديال السعودية في الآخر، فاش تحبسات المباريات. وهذا الشيء كيوقع في بزاف الدول ديال العالم، لكن المغرب ما طاحش في هذا الشيء لأنه عنده خدمات جد متطورة، وهذا الشيء هو اللي ما بغاوش يتقبلوه. وهذا الشيء فين غنشوفوه بكيفاش وبالطريقة اللي تعاملوا بها، لا من الصحافة لا من أي جهات رسمية أو غير رسمية، كيفاش أنه الناس عوض ما يشيدوا بالتنظيم ديال المغربي وبالتنظيم المغرب والمغاربي ككل، مشاو كيقلبوا على أبسط الأشياء. وهذا الشيء تجاوز إلى أنه كاينين خروقات وسط كما كنقولوا منتخبات، أنهم بحال قلتي ديك القضية ديال الكولسة اللي كانوا كيتهمون بها ولا هما اللي كيديروا بها. وهذا الشيء أصلا اللي خلانا أننا نضيعوا الكأس، رغم أنه الكأس كان مغربي وكان غادي يبقى في المغرب، ولكن رغم الشكوك ورغم كل شيء بحال قلتي دايرين علينا واحد الضغط أننا إلا غير خاصنا نبينوا راسنا بلي حنا نزيهين، خاصنا نتخلوا على اللقب باش أننا نكونوا نزيهين. معادلة ليس لها حل. بما أنك ما كتستعمل لا كولسة وأنه عندك لعب نظيف،
خاصك تنسحب أولا تنهزم باش تجيك الساعة عاد أنك مثلًا تحاسب من ما كاينة لك ولا سالت حتى حاجة، يعني شي حوايج اللي لا علاقة، ورغم ذلك وأن المغرب انهزم أولا كما كنقولوا قرر أنه يتابع المباريات ديال النهائي، وقرر داك الشيء اللي ما يروج بالكواليس أنه تم الاتفاق على ضياع ضربة جزاء لكي يستمر اللعب فقط، وبعض الأشياء بين قوسين، ليس هناك دليل واضح، المهم هذا الذي لا يروج. من كل هذا الشيء من بعد كامل داك الشيء ولاو تابعين المغرب، علاش؟ حيت التنظيم ما تسرطاش ليهم، كيفاش أنهم كانوا كيعيشوا في القرون الوسطى كيفاش أنهم كانوا كيلعبوا في واحد الأجواء اللي أجواء شعبوية وأجواء همجية كما كيقولوا، بشهادات ديال المشاركين الفرق المشاركة قبل، إلا شفنا مثلًا كيفاش كانوا كيستحموا في بعض إفريقيا مثلًا محمد صلاح لاعبي المنتخب المصري كيفاش كانت الإقامة ديالهم في الدول الأخيرة في إفريقيا اللي كانت نظمات الكأس، كيفاش أنهم لاعبين كبار كيستحموا في البراميل دوك الصور اللي خارجين وداك الشيء كامل، لكن المغرب طلع من السقف ولا أنه جهز ليهم تنظيمات، جهز ليهم فنادق فخمة، جهز ليهم مرافق، النقل، أي شيء، جميع الوسائل الراحة، ورغم كل ذلك كنلقاو أنهم مازال كيهجموهم كيما داك الضغط اللي دار حسام حسن المدرب ديال المنتخب المصري، لا كاين ناموس شي حوايج لا علاقة، أولا كيما دارت السنغال في الآخر قالت لهم لا ما وجدوش لينا البلاصة ديال التدريبات، لا ما كانش الأمن في في المحطة، وشفنا كيفاش أنهم بعد التتويج كيفاش كيهضروا على الأمن، إلا كتجي كتشوف غير الأوسط هذيك الاحتفالات ديال عندهم مقارنة بداك الفيديو القصير اللي يبان أنهم من المحطة إلى الحافلة أولا من المحطة كذلك إلى كما كنقولوا إلى الفندق، وشوف على الزوبغة اللي داروها كاملين، باش تعرفوا هاد الشيء كامل أنه تأثير ديال المغرب والتأثير ديال التنظيم المغربي فين وصل، هاد الشيء ما بقاش غير كروي ولات داخلة فيه السياسة ولا داخل فيه بزاف ديال الحوايج باش أنهم يشوهوا صورة المغرب، فهاد العقوبات كما كنقولوا كانت واردة أنها غادي تحصل، حيت علاش؟ حيت غادي يحاولوا كما كنقولوا أنهم حاولوا ومازال كيحاولوا أنهم يشوهوا تنظيم المغرب الناجح 100%. وإلا شفنا بعض بين قوسين المعلقين الرياضيين اللي خاص يكون عندهم أخلاق وخاص يضرب بهم المثل بحال حفيظ الدراجي مثلًا اللي كان كيهاجم المغرب في أي مناسبة، وبعد صدور مثلًا المعلق المغربي جواد بدر كما كنقولوا واحد التعليق بسيط يقدر يكون مازحًا أولا شي حاجة بحال هكا تفرضت عليه حتى هو العقوبات وكذا، باش تعرفوا أنه كل ما هو مغربي ينتقد، كل ما هو مغربي حاليًا كيهاجموا، داك الشيء علاش خاصنا نديروا يد في يد كمغاربه وخاصنا نتصداو لهذا الشيء وما خصناش نتفاعلوا مع هذا الشيء وما خصناش نسكتوا ليه، حيت حنا مقبلين على تنظيم تظاهرات جد كبيره كأس العالم، نحن الآن مع الكبار، نحن الآن كن كما كنقولوا كنتصنفوا من الكبار، فما كاينلاش أننا مازال نعمروا وقتنا والفراغ ديالنا بهادو، خاصنا نتحدوا وخاصنا من هنا لقدام نديروا شي حوايج اللي غادي كما كنقولوا غادي تفرح العالم كامل، ما خصناش مازال نجادبوا لهاد الشعارات الخوين وهاد الشيء كامل، حيت انه من نهار تعطات لينا تنظيم كأس العالم الا انهم ما رضاوش بهاد صريح العباره هذه، لانه اول منتخب عربي افريقي امازيغي شمال افريقي تعطاه مثلا بحال التنظيم هذا، ف صعيب من بعد قطر طبعا، ولكن ما تسرطاش لهم بهذه العباره هذه، الا واننا والحمد لله غادي نبينوا بالمجهود ديالنا وبالمجهود ديال المغاربه وبالاتحاد ديالنا علاش قادين، هذا الشيء كي والو، هذا الشيء لا كما كنقولوا حنا الحمد لله ربحنا واحد الصوره زوينه عند الناس الحمد لله اللي كيشوفوا بالعقل ديالهم، ماشي بالناس اللي كيشوفوا بالتهمجيد ديالهم اللي كيتسناو انهم يفرحوا لاي حاجه، كمثال حفيظ الدراجي حاجه بسيطه انه النهائي غادي مثلا تنظم في اسبانيا، حيت المهم كما قالوا هما على حساب داك الشيء اللي وقع في النهائي ديال كاس افريقيا
وانهم خرجوا كيفرحوا كيهلوا حاجه بسيطه. علاش مثلا غادي تخرج غادي تفرح ليها؟ شنو فين هو المشكل مثلا تنظم في المغرب ولا في اسبانيا ولا في البرتغال؟ حاجه عاديه. ولكن لا، باش تشوف الحقد فين واصل بهم، يعني انه تعثر صغير غادي يفرحوا ليك لاقصى درجه. مثلا بحال هاد العقوبات اللي كنشوفها اصلا ما غادي، اصلا ما يعني لا تلقى الى هذا الحجم. توقيف لاعبين وتوقيف وغرامات 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 لاجل ماذا؟ لاجل لا شيء. الى جينا نشوفوا مثلا التوقيفات الكبار، راه خصها مثلا طال المنتخب السنغالي، لانه دخل التيران واقتحم التيران، خصوصا انه دوك الناس اللي موجهين ودوك الناس اللي الاشخاص اللي كانوا واقفين اللي كاتبين دوك السنغال، الا شفناهم بحال انهم كانوا شي اشخاص مدربين ولا انهم كانوا جايين اصلا خصيصا لذاك العنف. يعني ملي بدا الصداع وهبطوا للتيران ولاو كيضربوا بالكراسه، واحد رسوه في المشوار ديالو، دابزوا مع الامن، دابزوا مع الصحافه، وكنشوفوا حتى الصحافه ديالهم كما وقع انهم يعني الصداع اللي وقع بيناتهم وبين المغاربه وسرقوا المعدات ديال واحد المغربي حتى هو، كما كانت دارت الصحافه الجزائريه ديك الساعه حتى هي ملي اقتحمت المقر يعني ودابزت مع الصحفيين المغاربه كذلك. الا انه المهم داز داك الشيء نورمال. ولكن هذا الشيء خاص نتعلموا منه وما نساقوش لاي حاجه كتقال، وما خصناش نضيقوا اي حاجه كتقال من اشاعات وكذا. فخاصنا نكون يد في يد بانجاح هذه التظاهره المقبله ديال كاس العالم ان شاء الله. هذا كاس افريقيا نهايه الالغاز، ولكن باقي الخير من هنا لقدام ان شاء الله. المهم كتبوا لي الاراء في التعليقات وقولوا لي شنو بان لكم في هذا الشيء، وشاركوا معنا كيفاش غادي نستمروا وافكار كيفاش اننا غادي نستافدوا من هذا الشيء ديال كاس افريقيا باش ننجحوا هذه التظاهره ديال كاس العالم من هنا لقدام ان شاء الله. وما تنسوش ديروا ابوني وتشتركوا مع الاصدقاء ديالكم. شكرا.